ازيك يا صديقي؟ يا ترى انت قاعد متخزوق ولا قاعد متروق؟ ويا ترى انت معاك مين من اللعيبه اللي اتألقت النهارده؟ حد زي ميتوما، حد زي مبويمو، حد زي مارش، حد زي ستوبينيان؟ ولا انت معكش حد من الشباب دي خالص وكابتنت هالاند زي كل الناس؟ ولا كان قلبك جريء وكابتنت حد زي مبويمو او حد زي لويس دياز او حتى حد لسه هيلعب زي جاكسون او ساكا او مارتينيلي من الشباب دي؟ الحمد لله كابتنت ابن الصرمه دي عدت على خير، واحنا قلنا مفيش اي داعي النهارده انك تكابتن هالاند. يعني هو بيلعب قدام نيوكاسل ماتش صعب، لسه كان بيلعب في السوبر الاوروبي ولعب 90 دقيقه كامله، وكان لسه يوم الاربعاء ولسه عندهم على طول ماتش يوم السبت. ونيوكاسل طبعا فرقه صعبه ومش سهله وهيقفلوا عليه المساحات وكل حاجه. وفي ماتشات تانية الجولة أنا عارف إن الجولة ما كانش أسهل حاجة، إن أنت في لعيب بعينه هيلمع قدامك إنك تكابتنه. بس زي ما اتكلمنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إن كابتنة مبومو دي كانت بتلمع في عيني، أنا مكابتنتوش لأن هو أصلا مش معايا. لكن أنا لو معايا بصراحة كنت يعني هفكر فيه كابتنة كويسة جدا. وانا قلت ان هي كابتنه صايعه، حتى من قبل ما تبتدي الجوله خالص قلت كابتنه صايعه، والكل اللي فكر فيها ده عجبني جدا. يعني انا ناس بعتولي تشكيلاتهم على تويتر، ان التشكيلات بتاعتهم، وفي كذا حد لقيته ان هو باعت لي ان هو مكابتن مبويمو. عجبتني جدا جدا جدا. الماتش على ارض فولهام وكل حاجه، لكن احنا شفنا كلنا الماتش الاول لفولهام دفاعها عامل ازاي. دفاعها مفيش خالص، ملهمش اي ملامح لا في الدفاع ولا في الهجوم. وبرينتفورد كان بتلعب ماتش حلو جدا قدام توتنهام، على ارض برينتفورد وكل حاجه، بس يعني كان في ملامح، كان في شكل. حتى كمان مبومو كان خطير جدا على المرمى، الناس كلها كانت خايفه من الكره اللي ضيعها قدام الجون فاضي. بس انا بصراحه ما كنتش خايف ان واحد زي ده معاه بلينات. حد زي ده معناها ان هو بيضيع يعني معناها ان هو بيتمركز حلو، بيروح الفرقه بتعتمد عليه. فدي كانت كلها مؤشرات ان فعلا مبومو هيعمل حاجه. انا بصراحه بعيب على نفسي جدا ان انا ما لحقتش اجيبه وكابتنه كمان. رحت اشتريت حد زي لويس دياز، وهكلمك عن تشكيلتي في اخر الحلقه ان انا عملت فيها ايه. بس يعني الحمد لله لويس دياز برضو ما خذلنيش وجاب لي جون احسن من هالاند، ان هو كان في الاخر هالاند بلانكا ما عملش حاجه خالص. طبعا اول ماتش معانا في الجوله نوتنجهام وشيفيلد، اول خازوق معانا هو تيرنر. طبعا كلنا لعبناه اساسي على الحراس اللي معانا، حد لعبه على الحارس بتاعه زي اونانا، حد لعبه على الحارس بتاعه زي بيكفورد والناس دي كلها. هو في الاخر ما فرقش كتير قوي يعني. وانا بصراحه قاعد بتفرج على الماتش قاعد عمال الوم نفسي ان انا لعبت بترنر اساسي. انا وانا قاعد بتفرج على الماتش مش واثق في دفاع نوتنجهام خالص. فريق في نص الجدول، ايه اللي يخليني ان انا اروح العب الحارس بتاعه اساسي على حارس زي اونانا في مانشستر يونايتد؟ حتى لو عنده ماتش صعب قدام توتنهام ان هو ممكن يعملوا سيفز او حاجه، وهو فعلا قد كان. يعني اونانا طلع له ب5 سيفز النهارده، كان ناقص له كمان سيف كمان وكان هيبقى 6 سيفز، كان هيبقى يطلع له بنقطتين كمان زياده. ده غير كمان ان هو دخل فيه جونين، فعشان كده اتخصم منه -1. يعني لما كان دخل فيه جون واحد بس وكان عامل له سيف كمان زياده وبقى 6 سيفز، كان ممكن يطلع له مثلا زي 4 نقط او حاجه، كان فرق برضه نقطتين او حاجه عن ترنر. فده درس يعلمني يا صاحبي ان احنا نلعب الحارس الاساسي طول الموسم، حتى لو ترنر عنده ماتش اسهل ماتش في العالم برضه ما نلعبوش ونلعب الحارس الاساسي بتاعنا، سواء كان بيكفورد او اونانا او ستيل او اي حد من الشباب دي. طبعا شيفيلد لا اسمع لا ارى لا اتكلم، ما عندهمش اي حد خالص ان احنا نفكر فيه، لا مدافع لا نص ملعب لا هجوم ولا حتى حارس. وطبعا معانا الماتشات بتاعت الساعة 5 والانفجار اللي حصل في الماتشات دي، حد زي ميتوما، حد زي مبويمو، حد زي ستوبينيان، زي الشباب دي كلها ظبطونا وجابوا لنا نقط كتير. مثلا ماتش زي برينتفورد وفولهام مبويمو روق على كل اللي معاه وجاب لهم 16 نقطة بحالها. جون من ضربة جزاء، جون والجون فاضي، بس في الاخر هو جاب لك 16 نقطة. ما يطلعش بقى واحد محنك ويجي يقول لك انا ما جبتش مبويمو علشان بيجيب في الاخر جوان من ضربة جزاء بس، هو في الاخر بيجيب لك نقط، هو ما بيتكتبش ان هو جاب جون من انهي طريقة، هو في الاخر جاب لك 16 نقطة. واحد زي مبومو ده فعلا كان بيختار الكابتنة الريسك الجامد جدا، فعلا نحيي اي حد فعلا عمله. فولهام من اسوأ الدفاع اللي هيكون في الدوري ده، وحتى كمان بادئ البري سيزون بداية وحشة جدا وابتدى السيزون بداية وحشة جدا. الدفاع بتاعه لا باين له ملامح، ولا باين له ملامح نص ملعب، ولا باين له ملامح في الهجوم. طبعا فولهام نفس كلام شيفيلد، لا اسمع لا ارى لا اتكلم خالص، اوعى تجيب اي حد منه. وطبعا تالت ماتش معانا برايتون وولفرهامبتون، الساموراي الياباني اللي مدلعنا ومغرقنا نقط هو وستوبينيان، لو حد معاه زي مارش او لو حد معاه زي انسيزو. وطبعا اللي معاه جو بيدرو ده فالله يكون في عونك بجد، يعني كان دكه، واول ما نزل من على الدكه قام خد له انذار وراح جاب لك 0 نقطه على طول، يعني حتى كمان ما ادالكش فرصه ان اللعيب البديل اللي عندك هو اللي ينزل لك اصلا. فعلا برايتون فريق جامد جدا بره ملعبه زي ملعبه، والناس كلها اتكلمت في البري سيزون ان ميتوما ما كانش احسن حاجه في الماتشات الوديه وما عملش حاجه، بس ده فعلا درس يبين لك ان الماتشات الوديه مش مقياس خالص. وليفرهامبتون شفناها في الماتش الاولاني قدام اليونايتد، كانوا بيدافعوا عن شرفهم وكانوا بيعملوا هجمات مرتده وكان فريق خطير، وكان فعلا ذئاب في الملعب. الماتش بتاع برايتون ده كلاب، هم ما فيش اي حاجه خالص، لا اسمع لا ارى لا اتكلم.
الماتش بقى اللي كان كله حاطط عينه عليه، اللي معاه لعيبه منه فكان مستني منهم حاجه، واللي معهوش لعيبه منه فكان عايزهم ان هم ما يعملوش حاجه، هو ماتش ليفربول وبورنموث، اللي معاه لويس دياز واللي معاه يوتا واللي معاه نونيز واللي معاه طبعا صلاح، وفعلا التلاته كل واحد فيهم جاب جون. الفكره كلها لو انت جاب حد من لعيبه ليفربول من البدايه خالص، فانت جابه بالذات عشان الماتش التاني اللي هو قدام بورنموث على ملعب ليفربول. فانت ايه اللي يخليك ان انت ما تكابتنش حد منهم وتخاف من نسبه الملكيه بتاعت هالاند وتروح تكابتن هالاند؟ يعني الفكره كلها مش مثلا ان هالاند عنده ماتش في نفس الجولة سهل جدا قدام مثلا لوتنهام على ملعبه، قدام مثلا شيفيلد على ملعبه، لا ده قدام نيوكاسل، ماتش مش اسهل حاجة خالص. حاول على قد ما تقدر، وده يبقى درس ليك النهارده، وكويس ان الدرس ده من بداية خالص ان انت ما تخافش من نسبة الملكية. انت لو شايف لعيب مع ناس كتير جدا والناس مثلا كلها مكابتنينه او الناس كلها جروا اشتروه، وانت شايف ان هو مش هيعمل حاجة، مفيش معطيات ان هو هيعمل حاجة الجولة الجاية، ما تروحش تشتريه. ممكن مثلا الناس كلها اشتروه دول ما اتفرجوش على الماتش، اشتروه مثلا سمعوا من حد من صاحبهم لما سمعوا ان الموجه كلها على اللعيب ده فجروا اشتروه زيهم. اللي لفت نظر جدا في ماتش ليفربول وبورنموث واحد زي سوبوسلاي. الواد ده ايه ده؟ الواد ده ايه ده؟ ايه المتعه والجمال في ادائه ده؟ الواد ده ممكن قدام يبقى اختيارنا جامد في الفانتازي. هو بغض النظر عن الفانتازي الواد ممتع للعين وانت بتتفرج عليه. هو بسبوسه كده في الملعب، الكره معاه سهله بسيطه، بتلاقي بيروح يمين بيروح شمال والدنيا سهله وخفيفه خالص. الله يمسيه بخير، هندرسون كان مفكرنا والكوره معاه ان هو اسطى نص الملعب، وهو في الاخر ما يسواش ب 3 جنيه بالنسبه لسوبوسلاي اصلا. بصراحه لو انت معاك حد من دفاع ليفربول زي ارنولد او روبرتسون او فان دايك وانت كنت سايبه للجوله دي على اساس ان هو يطلع بكلين شيت، فانا شايف بصراحه ان اولويه ان انت تبيع حد من دفاع ليفربول لو معاك حد منهم. دفاع ليفربول سيء جدا، حتى كمان الماتشات الجايه عندهم مش اسهل حاجه خالص، ده هم قدام بورنموث على ملعبه وفي الاخر ضاع منهم الكلين شيت. انا شايف لو لسه معاك صلاح بصراحه، فانا شايف انك هو الاولويه برضو انك تبيعه مع دفاع ليفربول. ماتش القمه بين توتنهام واليونايتد، وفي كميه خوازيق في الماتش ده مش طبيعيه، تيجي من ناحيه راشفورد، من ناحيه برونو، من ناحيه اونانا، من ناحيه حتى ماديسون وريتشاردسون. الماتش ده مش مفيد فانتازيا خالص لاي حد، سواء كان معاه حد من توتنهام او حد معاه حد من اليونايتد. اداء اليونايتد الهجومي وحش جدا، مفيش اي ملامح للفرقه، حتى اداء الدفاع بتاع اليونايتد وحش جدا. ده الولفرهامبتون لعبوا عليهم ماتش وكان على ملعب اليونايتد، فما بالك بتوتنهام وعلى ملعب توتنهام. لو معاك دبل من دفاعهم، لو معاك مثلا لوك شو ومعاك اونانا، فانا شايف انك تبيعه لوك شو على طول وتسيب اونانا، ممكن يعمل لك سيفز ولا حاجه، وممكن اونانا يبقى اختيار انك تبيعه، بس ممكن مثلا لما تيجي تعمل وايلد كارد او حاجه ما تخسرش التبديل على حارس مرمى. ونفس الكلام لو معاك دبل هجوم من اليونايتد برونو وراشفورد مع بعض مثلا، فانا شايف بصراحه انك الاولويه انك تبيع حد منهم، هو الاقرب يكون برونو، تسيب راشفورد للجوله الجايه عندهم نوتنجهام على ملعبهم، او تسيب الاتنين مع بعض اخر فرصه للجوله الجايه، وتشوف مثلا الجوله اللي بعدها لو لسه ما عملوش حاجه فممكن مثلا، او حتى لو عملوا وهو متوقع ان هم يعملوا عشان قدام نوتنجهام، فهم لو عملوا فهيعملوا حاجه مش عشان هم حلوين، عشان نوتنجهام هي اللي وحشه. توتنهام بصراحة ممتعة للعين جدا في الملعب، منتشرة بشكل كويس جدا مع المدرب الجديد بتاعهم، بس انا ما عجبنيش حد منهم خالص في الهجوم، يعني ما فيش حد ظاهر ده غير ماديسون، بس انا بصراحة شايف دلوقتي ان ماديسون مش اختيار برضو اللي بيلمع في العين. نيجي بقى للسيتي ونيوكاسل، الماتش ده اللي متخزوقين منه قسمين، القسم الاولاني اللي هو اللي مكابتن هالاند عشان نسبة الملكية فكابتن هالاند، والقسم التاني اللي زي حالاتي اللي باع فودن وما صبرش عليه الجولة دي. وانا اسف يا فودن ان انا مشيتك، واسف لروني ابنك بصراحة. كان ممكن كمان هالاند يهاتريك لولا ستر ربنا، كان كل اللي كانوا مكابتنين حد غير هالاند كان هيضيع الماتش ده لو كان هالاند كان ترجم الفرص اللي هي جات له دي. نخش بقى على تشكيله الجوله دي ونشوف ان انا جبت كام نقطه، ونشوف ان انا فاضل لي كام لعيب لسه ما لعبوش من الماتشات. انا الحمد لله جبت 43 نقطه ولسه معايا 5 لعيبه ما لعبوش. معايا ترنا في الحراسه جاب لي نقطتين، ومعايا ستوبينيان المطرقع المطرشم جاب لي 11 نقطه، ومعايا ميتوما الساموراي الياباني جاب لي 12 نقطه اللي مدلعني نقط. معايا راشفورد اللي مفيش منه اي فايده الجولتين اللي فاتوا دول وجاب لي نقطتين، وجبت لويس دياز الجوله دي مكان فودن وجاب لي 7 نقط. وانا قلت لك يا صديقي اني رايح بنسبه كبيره مع كابتن جاكسون، علشان انا ساعتها ما كانش معايا حد من ليفربول، بس بعد تفكير عميق وبعد مشاورات مع نفسي وبعد ما كل حاجه استقريت ان انا اجيب لويس دياز مكان فودن وكابتنه، وكتبت ده على تويتر قبل ما الديدلاين يقفل، عشان انا قلت لك لو عملت اي تغيير او اي تبديل هكتب على تويتر وهقول هناك ان انا عملت ايه. طبعا معايا هالاند الحمد لله هي عدت على خير وجاب لي في الاخر نقطتين. معايا لسه 5 لعيبه ما لعبوش، جابريال وبوكايو ومارتينيلي، ومعايا 2 من تشيلسي تشيلويل وجاكسون. متبقي 3 ماتشات في الجوله، استون فيلا وايفرتون، متبقي طبعا ماتش تشيلسي واستهام، طبعا اخر ماتش معانا في الجوله ارسنال وكريستال بالاس. طمني عليك يا صديقي وقول لي ان انت جبت كام نقطه، وقول لي ان انت متبقي لك كام لعيب. باذن الله نبقى نتكلم سريعا كده عن 3 ماتشات دول في الحلقه بتاعت الجوله الثالثه.
واتمنى انك متتسرعش بالتبديل بتاعك وتستنى لحد ما الجولة تخلص كده خالص، ونشوف في الاخر بقى هنعمل ايه للجولة التالتة، لان التخطيط للجولة التالتة ده صعب جدا، لان في كمية ماتشات سهلة هي دي صعوبتها في انك انت مش عارف تجيب مين ولا مين، مش عارف هتكابتن مين ولا مين. في كمية ماتشات سهلة جدا الجولة الجاية دي، وفعلا لو ركزنا عليهم كويس جدا ورحنا كابتننا اللعيب الصح وعملنا التبديل بتاعنا في المكان الصح، هترفعنا جدا جدا. ولو انت جايب نقط وحش في الجولة التانية والجولة الأولى، فدي هتبقى فرصة ليك ان انت تحسنها في الجولة التالتة جامد. بس كده يا صديقي، ودي كانت نهاية حلقتنا. اتمنى لو وصلت معايا الجزء ده في الحلقة، فاتمنى انك تعمل لي لايك واشتراك في القناة عشان نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. كان معاك مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقة جاية، ويسيحوا فانتسي. سلام.